بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المحترم رئيس قسم التعليم ستفندي وجميع الأساتذة وكذلك لجميع الطلبة من السنة الأولى إلى السنة النهائية، بإذن الله في هذه الفرصة الجميلة قدرنا على الاحتفال في هذا المقام المبارك صلاة على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلبة، اهتموا ما أقول لكم في هذه الفرصة، في هذه الأوقات، أن طلبة من السنة النهائية هم في هذا الأسبوع يتعلمون ويقرؤون الكتب بما يمتهن لهم في هذه الامتحان لآخر سنة. أنتم جميعا من السنة الأولى حتى خامسة كذلك ستشعرون بما يشعر السنة السادسة اليوم. لذلك هذا الامتحان اعتبارا وموعدة لنا ولكم للسنة الأولى والثانية حتى خامسة. لذلك منذ اليوم تعلموا كثيرا. لما؟ حتى السنة الثالثة ثم يمتحن للمرة الثانية، يسأل من أول الدراسة من السنة الذي يتعلمون في السنة الأولى حتى السنة النهائية، يسأل كما سئل قبله. لذلك نرجو للسنة السادسة ليتبع هذه الامتحان بالنشاط بالملاحظة، لا يكون كمثل للصن. فهموا للصن؟ للصن ينظر لو لا يوجد الإنسان في المكان ثم يأخذون غير حقه. كذلك أنتم في الامتحان إن لم تستطيع ولا تسأل للصاحب، اعتمد على نفسك. الاعتماد على النفس أساس النجاح. لذلك جميع الطلبة ليعتمدون على نفسه، على قدره، على ما تعلم. هذا سننظر أين وكيف أنتم تفهمون العلوم الذي تعلمتم والذي لقد درستم من السنة السادسة. لذلك ولا أسمع من لجنة الامتحان بعض منكم لا يعتمد على نفسه وهو يفتح الكتب، يحمل الورقة، ينظر
ليساعده في الامتحان لأنه لا يعتمد على نفسه ولا يتعلم. لذلك ادعوا الله كثيرا. قم عند ليل ادعوا الله كثيرا حتى تنجحون في الامتحان. هذا الجهاد الاجتهاد. لذلك الإنسان لابد له الأول في التعلم الاجتهاد. الاجتهاد جهد في التعلم لبحث العلم، هذا أهم للطلبة. يقوم أناء الليل ليتعلم، ثم يدعو الله بصلاة التهجد. بعد صلاة التهجد يقوم يدعو الله كثيرا حتى ينجح في الامتحان، لأنكم تعتمدون غير إلا الله. غير الله لا تعتمد غير الله، يعتمدون على خالق، على عز وجل الذي خلقكم. لذلك وفي هذه المناسبة أعيد وأنصحكم لمرة ثانية، اعتمدوا على النفس، لأن الاعتماد على النفس أساس النجاة. وكذلك ادعوا الله كثيرا أناء الليل خصوصا، واقرأوا القرآن، وادعوا الله عسى أن ينجحكم في الامتحان. Ini untuk yang lainnya juga dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk perhatian, semua kalian akan mengikuti ujian yang sama, yaitu ujian akhir tahun. Maka setiap pelajar di pesantren Al-Manar wajib mengulang-ulangi pelajarannya dari kelas 1 hingga kelas 6. Nanti di kelas 6 akan diuji, baik di ujian lisan maupun di ujian tulis. Secara kognitif kemampuan pelajaran akan diuji oleh guru sesuai dengan pelajaran yang kalian pelajari di pesantren modern Al-Manar. Harapan Ustaz, tidak ada yang menyontek, tidak ada yang tidak bersandar pada dirinya. Jangan bersandar kepada orang lain, bersandarlah kepada Allah. Karena kunci kesuksesan itu ada 2. Yang pertama, jihad, juhdun fi bahsil ilmi. Yang pertama adalah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bagaimana caranya Ustaz sungguh-sungguh? Belajar. Ambil kitab, buka, tidak paham, tanya mudarrisah, tanya alim, tanya mu'allimah, tidak paham pelajaran. Wala ta'tabil li ghairik, jangan bersandar kepada selain kamu, diri kamu sendiri. Ini melatih jiwa kemandirian pada diri kamu. Belum tentu kawanmu betul, bisa jadi yang kamu jawab itu lebih betul dari punya kawanmu. Kalaupun kamu harus bersandarlah kepada Allah. Kamu sudah diajari untuk berdoa setiap ada usaha, setiap ada muskilah, ada masalah, mengadulah kepada Allah, khususnya pada malam hari. Salat tahajud 2 rakaat atau salat duha di kala pagi hari, salat duha, silakan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kamu hafal, apa yang kamu pelajari tetap teringat waktu ujian. Ini bagi santri yang lain juga untuk memperhatikan hal ini, karena kalian juga akan mengalami hal yang sama sebagaimana kelas 6. Kita tidak segan-segan dan kita tidak akan luluskan santri yang tidak sampai tercapai nilai minimum pesantren. Maka berusahalah untuk mencapai nilai minimum pesantren. Jangan sampai sudah kelas 6 tapi nggak mendapat ijazah pesantren. Sayang, sudah 6 tahun belajar tapi ijazah pesantrennya tidak didapatkan karena tidak lulus di ujian akhir senam. Demikian Ustaz buka acara pembukaan ujian akhir tahun pada tahun ini. Santri pesantren modern Al-Manar kelas 6 dengan membaca 3 kali takbir dan diikuti oleh seluruh santriwan dan santriwati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.